مساء الخير خواتي وخياتي، مرحبا بكم كامل في قناتكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. اليوم نهضروا على قضية تخص أحلام عموري، بصح هي في الحقيقة ما تخصهاش وحدها برك، بل تخصنا كامل. في الأيام الأخيرة أحلام خرجت وبين الطفل في حساباتها على مواقع التواصل اللي هو وليد ذرتها، طفل في عمره غير 11 سنة، وبزاف ناس شافوا الصور والفيديوهات اللي نشرتهم أحلام مع وليدها، وكاين اللي فرح لها وكاين بزاف آخرين أيضا للأسف شافوا فيها فرصة باش يطلقوا ألسنتهم بلا رحمة. الطفل هذا ما راهوش طفل عادي، هذا طفل فقد باباه وراه يعيش وضع عائلي بالك معقد، لانه ديما السوشيال ميديا ما تبينش الجانب اللي مليح من الحياة الانسان. ديما الواحد في الغالب يصور كيكون فرحان وحياته زاهية، ومهما كان هذا يتيم الاب. الطفل هذا راهو ولد ذرة أحلام، ومع هذا أحلام قالتها قدام الناس وبلا دوران، نشوف فيه كيما وليدي وما نفرقش بينه وبين بناتي. وزادت وضحت حاجة مهمة بزاف، الطفل هذا تربى على يد خالو اللي هو راجل ونص، وقف معاه ورباه وما خلاش ناقصني الحنان ولا التربية. ومع هذا كامل أيضا طفل تلقى ضربات بالكلام ما يتحملهاش حتى كبير، خصك واحد صغير. صح أحلام ظلمت كي بينت وليدها قدام الناس ودخلته في مواقع اللي ما ترحمش، يعني لازم تخمم قبل ما تدي هذه الخطوة. من هنا بدات المشكلة. بمجرد ما بان طفل في الحسابات بدات التعليقات، ماشي نقد وماشي ملاحظات، بل كان تنمر سخرية ولحقت وين المعايرات. الناس راهي تهدر على شكله، على أصله، على الماضي ماهوش يعني ماضيه، على قصة ما عندوش حتى علاقة بيها، ولحقوا وين تهجموا عليه وقالوا يدير تصرفات تاع البنات غير اديه لطبيب نفسي وعالجيه. يعني احنا نقولوا حرام عليهم، واش ذنب الطفل في عمره 11 سنة باش يتحمل حقد تاع الكبار؟ يعني واذا انت ولا انت عندك مشكل مع شخص، يعني الاطفال خليهم للطرف. احلام خرجت وهدرت كامرأة، كأم، كإنسانة بكولها وليدها. قالت أنه أغلب الهجومات جاية من متابعين حساب طمطم، وأكدت أنه متابعيها هما اللي دفعوا عليها وقالوا كلمة الحق. الطفل هذا محبوب والناس تحبه وما يستاهلش هذا الهجوم. وكما قلت سابقا أحلام ظلمت كي دخلته في محتواها، وصح راهي دارت به محتوى بالك ما تفطنتش لهذا الأمر، بس راهو فيه خطورة على نفسية وليدها. الطفل ماهوش مسؤول لا على الزواج ولا على طلاق ولا على وفاة ولا على خلافات كبار. الطفل هذا مسؤول غير على حاجة وحدة، انه يكون طفل. هذا ما كان. وسط القسوة هذه كامل كاين صوت الناس اللي ما زالت تخاف ربي، واللي قالوا طفل خط احمر اللي ما عندوش كلمة مليحة يسكت، ربي يهديكم راهو صغير وما نقصوش هضرتكم المعفونة. واخرى كتبت وقالت احلام دارت اللي عليها وربات طفل ماشي وليدها، ربي يجازيها. احنا لازم نكونوا صريحين، الشهرة ما تنحيش الانسانية، والسوشيال ميديا ما تعطيكش الحق تكون قاسي ولا تفرغ سمك على اولاد الصغار. اليوم هذا طفل معروف، غدوة ممكن يكون طفل جارك ولا وليدك ولا وليد اختك، والجرح اللي يجيب كلمة راهو يطول. قضية أحلام عموري ماهيش قضية عرض طفل، وماهيش قضية دفاع أعمى على شخص مشهور، هي قضية حدود. الحدود في الكلام، الحدود في النقد، الحدود في الإنسانية أيضا. واللي ما قدرش يفرق بين نقد الشخص بالغ وإذا يعني طفل يكون بريء، لازم يراجع روحه قبل ما يكتب تعليق آخر. الطفل ما طلبش يكون في الصورة، بصح طلب من غير ما يهدر يكون في أمان. نتمناو ما تكررش مثل هذه التصرفات لأنها توجع القلب، ونتمناو أيضا أحلام تراجع حساباتها وما تديرش محتوى بوليدها وتخليه بعيد على خدمتها وعلى السوشيال ميديا. وانتوما خلوا لنا آراءكم في التعليقات باحترام. هل تشوفوا أحلام عموري مخطئة ولا الناس رجعت ما ترحمش ني صغير ني كبير؟ نتلاقاو في فيديوهات قادمة إن شاء الله. تهلاو في رواحتكم. سلام.